أهلا بكم. أنا يمنى وده بودكاست طمأنينة، مساحة أمان وسط كل القلق. أنا حبيت أعمل الحلقة بدري شوية قبل آخر أيام رمضان. دايما في آخر أيام رمضان في إحساس بيزور ناس كتير، إحساس إن الشهر بيجري وإحنا واقفين، إن في حاجات فاتت وإن كان ممكن نعمل أكتر، نقرب أكتر ونحس أكتر. لو الإحساس ده جالك أحب أقولك من البداية أنت مش لوحدك ولسه في وقت. خليني أطمنك الأول، رمضان مش بيتقاس من أوله ولا من نصه ولا حتى من آخره. رمضان بيتقاس بلحظة الصدق اللي القلب فيها يقرر يرجع. مش مهم إمتى بدأت، المهم إنك رجعت. ليه الإحساس بالتقصير بيزيد في آخر رمضان؟ لأن الوعي بيزيد والقلب بيصحى، فبنفتكر الأيام اللي عدت، الخطط اللي ما كملناهاش، النية اللي كانت أكبر من طاقتنا. خليني أقولك حاجة مهمة، الإحساس بالتقصير مش دليل بعد، ده دليل إن القلب لسه حي. التقصير مش معناه إنك بعيد، مش معناه إنك ضيعت الشهر، ومش معناه إن ربنا مش راضي. التقصير جزء من إنسانيتنا، وربنا عارف ضعفنا قبل ما احنا نعترف بيه. أواخر رمضان مش معمول عشان نلحق اللي فات ولا عشان نضغط نفسنا فجأة. أواخر رمضان معمول عشان نرجع بصدق. أواخر رمضان فيها 10 الأواخر، ليالي فيها قرب خاص، وليلة واحدة خير من 1000 شهر. يعني لحظة صدق واحدة ممكن تغير كل الأحاسيس. ربنا ما قالش اللي بدأ صح يكمل. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يعني حتى اللي اتأخر، حتى اللي قصر، حتى اللي حس إنه بعيد، الباب لسه مفتوح. خلي الرجوع بسيط، مش مطلوب منك قيام طويل ولا ختمات ولا مجهود فوق طاقتك. الرجوع الحقيقي ممكن يكون ركعتين بصدق، دعاء من القلب، آيات قليلة، دمعة هادية، ونية صافية. أنا شخصياً كأي أم مر علي رمضانات دخلت آخرها وحاسة إني قصرت، ولكن كنت بضغط نفسي، يا إما بستسلم للذنب، لحد ما فهمت إن الذنب اللي بيبعدني عن ربنا أخطر من التقصير نفسه. ومن ساعتها بقيت أقول: يا رب أنا جاية حتى لو متأخرة، بس جاية بصدق. يا رب لو قصرنا سامحنا، ولو اتأخرنا استقبلنا، ولو تعبنا قوينا. يا رب ما تحرمناش القرب عشان ضعفنا، وما تحرمناش الرحمة عشان تأثيرنا. احنا جايين لك زي ما احنا، وانت أقرب من انك تردنا. لو حاسس ان رمضان خلص وانت لسه واقف مكانك، احب اقولك ربنا ما بيقفلش الحساب بدري. الليلة اللي ترجع فيها بصدق ممكن تكون أغلى من شهر كامل مليان عجلة. مش مهم بدأت رمضان ازاي، ولا حتى مهم عملت ايه فيه. المهم القلب اللي اختار يرجع حتى في آخر الطريق. كان معكم طمأنينة، مساحة نفتكر فيها إن الرجوع دايما مقبول، وإن الرحمة أوسع من أي تقصير.